وحشتوني. لما تكون موجود للجميع ومحدش موجود ليك. في ناس في حياتنا بتتعود تكون هي السند، الشخص اللي الكل بيروح له وقت المشكلة، اللي بيسمع ويحتوي وينصح ويطبطب ويحل كل المشاكل ويقف جنب الناس من غير ما يستنى مقابل. تلاقيه أول واحد بيتسأل عليه وقت الأزمة، وأول واحد الناس بتفتكره لما الدنيا تضيق بيهم. لكن الغريب إن نفس الشخص ده لما بيتعب ما نلاقيش حد يسأل عليه ولا مين بيسمعه. لما يقع مين بيمدله إيده؟ هنا بيظهر نوع مؤلم جدا من الخذلان، انك تكون موجود للكل لكن لما تحتاج وجود حد جنبك بتكتشف انك لوحدك. طب ليه الشخص ده بيوصل للمرحلة دي؟ احيانا لانه اتعود ياخد دور القوي. الناس شافته دايما بيعرف يتصرف وبيحل مشاكله، فبقوا يفترضوا انه مش محتاج حد. واحيانا هو نفسه بيشارك في المشكلة دي لانه اتعود يقول انا كويس ما تقلقوش عليا، حتى وهو من جواه مش كويس وتعبان. وممكن يكون عنده اعتقاد ان طلب المساعدة ضعف، او ان لو حاجة تعباه وحكى هيكون عبء على غيره، فيفضل يدي ويحتوي ويساعد ويسكت عن كل احتياجاته لغاية ما تتراكم جواه الإحساس بالوحدة. المشكلة مش في إنك تكون سند، إنك تساعد الناس مش غلط، وإنك تكون جدع وتقف جنب اللي حواليك دي حاجة جميلة جدا. المشكلة بتبدأ لما تتحول من شخص بيساعد الناس لشخص بيشيل الناس كلها على حساب نفسه. لما تبقى دايما متاح وتستجيب لكل طلبات اللي حواليك وتسمع كل شكوى وترغي راحتك عشان غيرك، في المقابل محدش بيسأل عليك أصلا انت عامل ايه. ساعتها العطاء بيتحول من اختيار جميل لاستنزاف نفسي قوي. أخطر حاجة ان انت تتعود على الوحدة. في البداية بتزعل وهتقول هو ليه محدش سأل عليا، بعد شوية هتبدأ تقول خلاص أنا اتعودت، وبعد وقت أطول تبدأ تقنع نفسك إن أنت مش محتاج حد أصلا. وهنا المشكلة الحقيقية، لأن الإنسان ممكن يتعلم يعيش من غير مساعدة، لكن ده مش معناه إنه مش محتاج احتواء، مش محتاج اهتمام، مش محتاج مشاركة وأمان إنسان من اللي حواليه. القوة مش إن أنت ما تحتاجش حد، القوة الحقيقية إنك تعرف إمتى تعتمد على نفسك وإمتى تسمح لحد تثق فيه إنه يسندك ويحتويك. اوعى تخلي طيبتك تتحول لالتزام على نفسك. مش معنى إن أنت موجود للناس كل وقت إنهم بقوا من حقهم يطلبوك في كل وقت. مش معنى إن أنت سمحت لنفسك كتير إن أنت تستمر تتحمل نفس التصرفات. مش معنى ان انت شخص حنين وجدع انك لازم تكون متاح 24 ساعة. العلاقات الصحية مش قايمة على شخص واحد بيدي وشخص تاني بياخد. العلاقات الصحية فيها تبادل، انا اسندك وانت تسندني، انا اسمعك وانت تسمعني، انا اهتم بيك وانت تحس بيا. واحيانا الخذلان بيكشف لك الحقيقة. يمكن اصعب حاجة في الموقف ان انت تكتشف ان بعض الناس مكانتهم عندك كانت أكبر بكتير من مكانتك عندهم. مش لازم يكونوا أشخاص وحشين، ولكن يمكن العلاقة نفسها كانت من طرف واحد، وانت كنت بتدي اهتمام أكبر من قدرتها على رد الاهتمام. وساعتها بدل ما تسأل ليه محدش واقف جنبي، اسأل نفسك أنا ليه كنت مستني من ناس معينة حاجات هم عمرهم ما أثبتوا إنهم يقدروا يقدموها. السؤال ده مؤلم جدا، ولكنه بيفتح باب مهم جدا لفهم العلاقات. اتعلم تقول أنا محتاج، مش عيب تقول أنا تعبان، أنا محتاج أتكلم، أنا محتاجك جنبي، الموضوع تقيل عليا. الناس مش هتعرف احتياجاتك دايما من غير ما تقولها وتعبر عنها. وأحيانا الشخص اللي طول عمره سند للكل محتاج يتعلم لأول مرة إنه يسمع نفسه، أو إنه يسمح لنفسه إنه هو يكون مسنود. وفي النهاية ما تقيسش قيمتك بعدد الناس اللي محتاجاك، لأن قيمتك مش في إن أنت تكون المنقذ الدائم للناس. أنت كمان من حقك تتعب، ومن حقك تتسند، ومن حقك تلاقي حد يقولك أنا جنبك المرة دي، أنا معاك. أنت مش محتاج تكون قوي، وأجمل نضج ممكن توصله هو إن أنت تفضل إنسان معطاء، بس من غير ما تخسر نفسك في طريق عطائك للآخرين. ودمتم سالمين.